بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موضوع تراخيص المرور، بنحاول نرد فيه على جزء من أسئلة حضراتكم اللي وردت في القناة. لو محتوانا يهمك، عندك مشكلة في تراخيص المرور وعاوز تعرف حلها، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. دلوقتي أنا شاري العربية بعقد ابتدائي، عقد بيع عرفي ممضى عليه المشتري والبائع ماضي وموقع على العقد قدامي. فايه الاجراءات المتبعه عشان ارخص باسمي وانقل الملكيه، علما بان الراجل البايع خد كل فلوسه، سلمني العربيه، سلمني الرخصه، عمل لي شهاده مخالفات على وعد ان هو بعد اسبوع او 10 ايام بكتير هيعمل لي عقد بيع مسجل في الشارع العالي عشان ارخص في المرور بتاعي. الراجل توفاه الله قبل ما يسجل لي العربيه، رحت الورثه، اخوانا انا عاوز اعمل عقد مسجل للعربيه، والدكم كان بايعها لي قبل ما يموت. لا يا عم الحاج، مش هنقدر نسجل لك، سعر العربيات ارتفع، عاوزين سعر جديد عشان نقدر نعمل لك عقد مسجل في الشارع العقاري. طيب هعمل ايه؟ هل اخد حكم صحه ونفاذ ولا حكم صحه توقيع؟ وايه الاجراءات اللي بتتم عشان اعرف ارخص العربيه وانقل الملكيه باسمي؟ فبنقول حضرتك معاك عقد بيع ابتدائي موقع من مالك السيارة اللي اسمه مدرج أو مدون برخصة تسيير. الرخصة موجودة معاك، العربية في حيازتك بلوحتها المعدنية، كل اللي معاك عقد بيع ابتدائي من الراجل اللي هو المالك الأصلي. المحامي بتاعك هيطلع إعلام وراثة للمرحوم، نعرف الورثة بتوعه مين. بعد كده هترفع دعوى صحة ونفاذ على الورثة كلك الموجودين في اعلام الوراثه. طب الورثه لو هم فيهم قصر، في الحاله ديت هتختصم النيابه الحزبيه بصفتها امينه على مصالح او على اموال القصر، وهتختصم الوصيه او الجد لو هو الوالد الطبيعي بصفه انها وصيه على القصر، مره بصفه وصيه ومره بصفه احد الورثه. يبقى من اعلام الوراثه هرفع القضيه ضد الورثه. لو في نيابه حزبيه او لو في اسر بختصم النيابه الحزبيه. طب بختصم حد تاني، اكيد بتختصم المرور اللي هترخص فيه والمرور اللي انت شاري العربيه منه. يبقى هرفع القضيه ضد الورثه، ضد النيابه الحزبيه لو في اسر، ضد مدير اداره مرور التابع لها العربيه ومدير اداره مرور بتاعتي. طيب بختصم المرور ليه؟ لان المرور هو اللي هينقل لك الملكيه بعد كده ويرخص لك العربيه باسمك في المرور بتاعك. يبقى عشان ارخص العربيه بحتاج شهاده بيانات نقل قيد من المرور القديم، ولذلك بختصم مدير اداره مرور القديم اللي تابع عليه العربيه، وهرخص في المرور بتاعي واخد رخصه ولوحات من المرور بتاعي، ولذلك بختصم مدير اداره مرور اللي انا تابع ليه وهرخص في نطاقه. رفعت دعوى الصحه ونفاذ، خدت قبول، المحكمه حكمت بصحه ونفاذ عقد البيع، اخد الحكم واروح على طول المرور انفذ او اتابع اجراءات الترخيص او اكمل الاجراءات. اول حاجه حضرتك بتعملها بتجيب الصيغه التنفيذيه على الحكم وبتسحب العقد العرفي المناظر في الدعوه. يبقى بجيب الصيغه التنفيذيه على الحكم الصحه والنفاذ وبسحب العقد العرفي اللي المحكمه نظرته واللي الدعوه كانت مقامه عليه. طيب دلوقتي رحت المحكمه رفضت تديني الصيغه التنفيذيه على الحكم. ففي الحاله ديت المحامي هيطلع لك شهاده من الجدول بنهايه الحكم وعدم حصول الاستئناف خلال المده السابقه. طلعت شهاده بعدم حصول الاستئناف، معايا اصل الحكم معلم جميع الخصوم، معايا عقد البيع الابتدائي. بس العقد البيع الابتدائي ده بينختم ختم النسر ولا لا؟ في تعليمات في المحاكم انه ما يختمش العقود العرفيه بختم الشعار، وبالتالي الختم بتاع الميكروفيلم بيكفي. اما بنخاطب المحكمه الافاده عن سبب عدم اعتماد عقد البيع العرفي نظر في الدعوه رقم كذا لسنه كذا بخاتم الشعار، بتقول والله دي تعليمات عندنا جايه من وزاره العدل ان العقود العرفيه ما بتتختمش بختم الشعار، بنظر في الدعوه وخلاص، وبنكتفي بالختم بتاع الميكروفيلم. سحبت الحكم، سحبت العقد العرفي اللي خدت الحكم عليه، معايا رخصة تسيير، بطلع على نيابة المرور اطلع شهادة مخالفات. الرخصة سريعة، بروح ارخص بالرخصة والحكم في المرور بتاعي مباشر. طيب الرخصة انتهت،
في الحاله ديت حضرتك هتحتاج شهاده بيانات من نقل القيد. طب دي شهاده بيانات نقل القيد بتيجي منين؟ بتيجي من المرور اللي العربيه مرخصه فيه. بياخد منك صوره من بطاقه الرقم القومي بتاع حضرتك، صوره من الحكم بالصحه والنفاذ، صوره من عقد بيه الابتدائي اللي خدت الحكم عليه، وما تنساش صوره من اعلام الوراثه، بحيث الراجل المراجع بيراجع الورق ده كله ويطلع لك شهاده بيانات نقل القيد. طيب شهاده بيانات نقل القيد هينفع ترخص في المرور بتاعي ومدتها قد ايه؟ شهاده بيانات نقل القيد مدتها 30 يوم من تاريخ الاستخراج، يعني طلعت الشهاده النهارده يبقى لازم في خلال 30 يوم اكون مرخص بيها وناقل في المرور بتاعي. طيب بيكتب لي فيها ايه؟ بيكتب لي فيها لا يطالب برخصه تسيير لان الرخصه انتهت وقدمتها في المرور القديم. لا يطالب بشهاده المخالفات لان انا عملت شهاده مخالفات وقدمتها. يطالب بايه؟ يطالب باللوحات المعدنيه لان مش معقول همشي من غير لوحات لحد ما ارخص. يطالب بمستندات الملكيه. اللي هي ايه مستندات الملكيه؟ اللي هي العقد العرفي اللي المحكمه نظرته وخدت الحكم عليه، واصل الحكم المزايل بالصيغه التنفيذيه. لو ما فيش صيغه تنفيذيه زي ما قلنا بيبقى معايا شهاده بعدم حصول الاستئناف او شهاده بالنهائيه، وبرخص واخد لوحات من المرور بتاعي. بسلم لوحات لو انا في محافظه ثانيه، بسلم لوحات المرور القديم اللي العربيه كانت مرخصه فيه، واخد لوحات من المرور بتاعي ورخصه تسيير باسمي لمده سنه او لمده 3 سنين على حسب رغبتي في الترخيص. طيب دلوقتي انا عملت الكلام ده كله، خدت شهاده بيانات نقل القيد ورحت المرور بتاعي، المهندس فحص العربيه بس كتب لي مطابقه. يعني ايه مطابقه؟ يعني حضرتك معاك ورنيك الفحص الازرق، رفع لك بصمات الشاسيه والموتور وكتب لك على ظهر ورنيك الفحص ده هو مطابقه للمرور القديم برجاء الافاده عن بيانات السياره رقم كذا وهل هناك دمج محلي واصل الترخيص. الحاله ديت بضطر اروح المرور القديم اطابق على اصل الملف. طب هحتاج العربيه ولا لا هعمل مطابقه؟ في الغالب مش هتحتاج العربيه لان انت بتطابق بصمات الشاسيه والموتور على الملف الاصلي الموجود في المرور القديم من واقع فواتير الشراء والافراج الجمركي للعربيه استيراد. الفاتوره بتاعت الشراء لو العربيه انتاج محلي، المهندس في المرور القديم زي ما قلنا بيطابق بصمات، بيشوف البصمه هي نفسها اللي موجوده في ارانيك الفحص السابقه في المرور القديم ولا مختلفه، في تغيير في الموتور ولا لا، في دمج محلي ولا لا. وعلى هذا الاساس بيديني الصلاحيه الفنيه او بيرد لي على المطابقه، بيقول ان البصمات سليمه والبصمات فابريكا ومطابقه للفحص الفني اللي هو المؤرخ في تاريخ كذا، وان العربيه سليمه. ما تنساش تعمل استعلام امني وانت بتجيب شهاده بيانات نقل القيد. يبقى معايا الاستعلام، معايا المطابقه خلصتها، معايا بيانات نقل القيد، برجع المرور بتاعي زي ما قلنا بسلم الحاجات دي كلها، اصل العقد المسجل، اصل العقد العرفي المناظر في الدعوه، حكم الصحه والنفاذ، شهاده بعدم حصول الاستئناف، صوره البطاقه الفحص الفني، والموظف بيدفعني ضريبه. طب عاوز ارخص بسنه استفيد بالضريبه اللي دفعتها في المرور القديم، بس في الحاله ديت المرور بيرخص لك بسنه تنتهي بنهايه الضريبه اللي حضرتك دافعها في المرور القديم لما جيت تطلع شهاده بيانات نقل القيد. طب انا عاوز ارخص ب3 سنين، بما انك دافع سنه في المرور القديم عشان تطلع بيانات نقل القيد، المرور بتاعك هيدفعك 2 سنين كمان ويدي لك رخصه ب3 سنين على بعض تنتهي بنهايه الفحص الفني، وبتسلم لوحات المرور القديم وتاخد لوحات ورخصه تسيير من المرور بتاعك. نتمنى الافاده للجميع. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك بالقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.